بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم، كل التحية والتقدير دائما وأبدا يعني. النهاردة بالصدفة كنت معدي على الصديق المحترم المهندس عبد الوهاب الخطيب. لينا مدة ما قابلتوش، فلفت نظري حاجة الحقيقة أسعدتني جدا يعني. ما شاء الله الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس الوعي فعلا انتشر، الناس بقت تفحص العربيات بتاعتها قبل ما تشتري. احنا شايفين دلوقتي ناس جايب عربيات مختلف الموديلات. الحقيقة يمكن انا يعني انتهزت الفرصة وقلت اصورها بحيث ان هي تبقى حافز للناس يعني. قبل ما تشتري افحص العربية في مركز متخصص، بيدي لك تقرير. التقرير ده بيكون معتمد، بيكون حجة على المركز نفسه لو العربية ظهر فيها حاجة بعد كده في الشراء. الاستعلامات الأمنية مهمة جدا جدا يا جماعة، لازم نعملها برضه قبل البيع والشراء. اليومين دول الدنيا مرتبكة جدا، عربيات للأسف الشديد. أنا كنت قاعد الباشمهندس بيحكي لي لسه عربية جاية لحام حوالين الشاسيه، وعربية مش رخيصة، عربية غالية، عربية ام دي 2015 كانت ب 350 ألف الراجل واخدها. ممكن نقول السعر كان يشكك، بس هو اشترى. فالناس يكون الوعي منتشر ويفحصوا. هنشوف بقى العربيات اللي بتتفحص دي لو فيها حاجة شاذة أنا هقولها لحضراتكم بعد الفحص. بنرجع تاني لحضراتكم. أنا الحقيقة لقيت عدد العربيات ما شاء الله اللي اتفحصت كبير، فما كانش ينفع إن احنا نصورهم كلهم. فقلنا نكتفي بالتقرير اللي هناخده من الباشمهندس عبد الوهاب. عدد العربيات اللي اتفحصت يعني احنا بنتكلم في الفترة اللي أنا قاعد فيها دي كانوا ما شاء الله حوالي 6 عربيات. عايزين نسأله بقى نسبة عدد العربيات السليمة منها كان كام، والعربيات دي ايه قصتها. اتفضل يا باشمهندس. هو طبعا احنا بنرحب بالاستاذ فتحي الحلواني وقناه بيت العيله. والراجل طبعا كان عامل لنا زياره النهارده. كان عندنا ما شاء الله عدد فحص عربيات. العربيه الاولى كانت عربيه لانسر، كان عندنا فيها شغل في الشاسيه وشغل في الحوض، وكان عندنا خشونه ورش بالاواي. تمام. طبعا العربيه دي طبعا حالتها صعبه جدا، وطبعا البيع ما تمتش. العربيه الثانيه كانت عربيه جيتا، ودول كانوا الناس جايين من الهرم، وللاسف الراجل فحص 3 عربيات قبل كده وطلعوا من السودان. وكمان العربيه اللي جابها كان فيها حادث امامي، فيها شغل في فرد الشاسيه الامامي يمين، مغيره الكبوت ومغيره الرفرف، وشغل في السلاح، وشغل عند رقم الشاسيه. العربيه اللي بعد كده كانت عربيه كويسه جدا، كانت عربيه كيا كارنز 2015، كانت عربيه جديده بدون اي رش، وحاله ممتازه، والموتور تمام، والفتيس بتاع العربيه كان تمام، والعربيه كانت فابريكا بالكامل بره وجوه. العربيه اللي بعد كده كانت جايه كيا سبورتاج، ودي كانت جايه من المنصوره، وكان فيها تغيير للكبوت واثنين رفرف امامي وفك الموتور والفتيس. العربيه اللي بعد كده دي لها قصه شويه، كانت عربيه ام دي. العربيه دي كانت مسروقه، وللاسف قعدت مسروقه 3 سنين، والراجل اللي سرقها كان مخزنها، قعدت فتره، واول مشوار يطلع بيها العربيه ديت اتمسكت. هو ساب العربيه وجري الراجل اللي سرق العربيه. طبعا العربيه الحرامي ده كان مغير الجون بتاعت العربيه وعامل نواكل، وكان محافظ على العربيه بصراحه، ما عملش فيها اي حاجه. وحظه السيء ان في نفس اليوم اللي قرر يطلع فيه بعد العربيه، طبعا ما بقى لها فتره وهي مسروقه، العربيه اتمسكت ورجعت لصاحبها، ورجعت المرور تاني ودق لها رقم على القايم بتاعها، رقم محلي، عشان العربيه المسروقه بتدق رقم محلي. العربيه اللي بعد كده كانت عربيه هونداي ام دي، وكان فيها شغل في القوائم الشمال وتغيير 2 باب شمال، والعربيه دي كانت مقلوبه على الجنب الشمال. طبعا نسبه العربيات السليمه حوالي 20% من العربيات اللي بتيجي تفحص. احنا طبعا عايزين نقول ان مش كل العربيات اللي بتيجي بتبقى عربيات سيئه، بس الغالبيه العظمى هي عربيات سيئه اللي بتتباع في الوقت الحالي. اي عربيه انت بتشتريها افحصها في اي مكان يعجبك، اي مكان ما، بس المهم انك انت تفحص العربيه وتتاكد انت بتشتري عربيه سليمه. ما تعملش زي الراجل اللي اشترى العربيه اللي فحص في بنزينه وكانت العربيه نصين، وما جه يبيع فوجئ ان العربيه نصين، وطبعا العربيه دي مش هترخص ومش هيعرف يرجعها ولا يعرف يبيعها. تمام. انا في جزئيه يعني انا هاخد من كلام حضرتك ان ده موضوع مهم جدا لفت نظري يعني. ليا سؤالين يا باشمهندس عبد الوهاب. اول سؤال، نفترض العربيه اللي هي كانت مسروقه دي، الراجل الحرامي اللي سرقها عمل عبث حوالين رقم الشاسيه. بتتحول لجنه فنيه، وطبعا بتروح المعمل الجنائي وبيحلل الساق بتاعها، هل تم عبث في رقم الشاسيه او ما تمش العبث فيها، وبتدق رقم محلي، وبعد ما بيتاكدوا ان العربيه سليمه وما تلعبش فيها. زي العربيه اللي اتسرقت دي ما تلعبش فيها، بس دقوا له رقم محلي عشان كانت مسروقه. تمام. السؤال التاني بقى، حته اللي هي الرقم المحلي ده، يعني احنا العربيه اللي هي الام دي
حضرتك شكرت فيها وقلت ان هي من افضل الحالات اللي اتفحصت النهارده. كانت عربيه جديده وكانت عربيه سليمه، وللاسف الشديد الحظ الحرامي السيء جدا ان هو طبعا يستاهل، ان هو طبعا كان المفروض هم جابوه على فكره يعني. يعني فضلوا وراه لحد ما جابوا الراجل اللي كان سارق العربيه دي، والعربيه رجعت لصاحبها، والعربيه دي فحصت النهارده عندنا واتباعت وكانت حالتها كويسه جدا، والناس اللي بتشتري عرفت ان في رقم مدوق على القايم واشتروا على هذا الوضع لان العربيه سليمه. طيب يعني معنى كده ان حته ان رقم المرور بيدق رقم محلي على العربيه لا يعيبها، لكن طبعا بتتفحص وبتعرف سبب دق الرقم ده ليه. لا ما يعيبهاش ولا حاجه اذا كان بمعرفه المرور. لان في تجار وفي ناس بيستغلوا الموضوع ده جدا. انا كان من حوالي سنتين بصور في سوق مدينه نصر هنا ومتذكرها كويس، كانت عربيه لانسا كيا سيراتو 2010 وكانت مع اختي يعني، وكانت دقه رقم محلي العربيه كانت مسروقه. نفس الواقعه دي نزلوا في سعر العربيه حوالي 40,000 عن السعر الطبيعي. وانا نصيحه لاي عربيه دق على رقم دق الرقم على القايم او اي عربيه فيها نص او سقف، انا بنصح الناس كلها ما تفرحش انت تاخد عربيه رخيصه علشان مغيره سقف او مغيره نص او دق رقم شاسيه او الكلام ده. لا، حط الفلوس بتاعتك في عربيه سليمه علشان لما تيجي تخرج منها النهارده او بكره او في اي يوم تعرف تسيل الفلوس بتاعتك. دي نصيحه لكل الناس اللي بتشتري، ما تفرحش ان هو يخفض لك في سعر العربيه عشان العربيه فيها مشكله او فيها كارثه. ما تشتريش العربيه، ما تحطش فلوس الا في عربيه تكون سليمه عشان تعرف تخرج منها. نقطة مهمة جدا أنا هختم بيها مع حضرتك، اللي هي حط فلوسك في عربية سليمة علشان لما تيجي تعرف تبيع تعرف تخرج منها. مهمة جدا. وبنشكر الباشمهندس عبد الوهاب الخطيب على حملات التوعية اللي هو عاملها. الحقيقة أنا سعيد جدا بيها وكان ليها فيدباك كبير جدا عند الناس. شكرا يا باشمهندس. احنا بنشكر الناس كلها وبنشكر الناس يعني عشان ان هي تقدر تحافظ على الفلوس بتاعتها، لان ثمن العربيه النهارده مش شويه. العربيه بتكلف البيت كتير جدا والعربيه مش رفاهيه، لا ده طبعا اللي بيلبس في عربيه طبعا بتاثر مع مدى الحياه. شكرا يا باشمهندس عبد الوهاب.